بعطيكم 10 نصايح شلون تحافظ على مضربك البادل. اول واحده، الكل يحب يسوي الحركه صح؟ تدري سويت بالفريم كذي انت عدمته، هذه الاولى. ثاني شغله يا شباب، ما ننسى المضرب بالسياره. ليش؟ الحين تيك النقطه الثالثه، المضرب لا يتعرض للحراره وايد ولا للبروده العاليه، ما يصير. هذيل 3 تيبس، والحين اكمل لكم الباقي. يلا العب العب. اوكي. The fourth tips، ورابع نصيحة، الماي عادي لو يحوشه خفيف بس لا يغرق بالماي، المضرب راح يخترب. خامس نصيحة يا شباب وانا قايل لكم اياها، لازم يكون عندك جنطة تحافظ فيها على المضرب، يا الجنطة الكبيرة يا الجنطة اللي تجي مع المضرب الصغيرة. النقطة الخامسة والسادسة هي نفسها تقريبا، أنا قلت لكم اشترى جناط فيها، في جناط محافظ. شوفوا الماتيريال، شوفوا الماتيريال هذا يحافظ على مضربك ويخليه لاست لونجر. النقطة اللي بعدها، والحين لازم أقول لكم إياها وقلتها حق وايد لاعبين وصارت قدامي، اللي هي الحبل أو الخيط عفوا، لازم تربطه، لا تلعب بدون ما تربطه عشان لا يفلت المضرب وينكسر. التيلك اللي بعدها حماية، اشتر حماية المضرب. شوف المضرب شلون متزلق، حرام انت راح تحوش بالغلط، راح تحوش الفنس، راح تحوش الجام، اشتر حمايه. زين. الاوفر جريب، شوفوا شلون مستعمل وايد، هذا راح يخلي ايدك تلف او تزلق، ونفس الشيء المضرب ممكن يحوش شيء ويخترب. يا لعبه العب. لاستنج، واخر شيء اللي هو نوع المضرب. في المضارب الرخيصه تكون فايبر جلاس، وفي الكاربن طبعا افضل وراح يعمر معاك اكثر. يلا شباب يعطيكم العافيه، ليتس جو نتمرن.